توفت الممثلة السورية إنجي مراد عن عمر ناهز 33 عامًا بعد معاناتها مع أزمة رئوية حادة بسبب فيروس خطير لم يتم تحديده، بعد تزامنًا مع حملها بالشهر الخامس. وكان زوج الفنانة الشابة ناشد جمهورها الدعاء لها قبل وفاتها في منشور كتبه على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، حيث كشف أنها بين الحياة والموت قائلاً: أنا سامر زوج إنجي، ادعولها كتير، إنجي بحاجة دعائكم، إنجي وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولها. وكانت إنجي مراد كتبت في سلسلة تدوينات: أنا عم أحتضر سامحوني. وجاء في تدوينة سابقة قال: على قول المثل وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقية عن جد، شوفوا ناس نزلوا من على الرف. وقالت في منشور آخر: وحدي أعرف ما مررت به وكيف تجاوزته وماذا ترك في نفسي حتى الآن. أنا الشخص الذي أستند إليه عند كل عثرة، وأنا الذي ينقذني في كل مرة، ممتنة إليه، فخورة بي وبما أحاول لأجله، وسواء علي وصلت أم لم أصل، يكفيني فقط أني بصدق أحاول. وبرزت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية: ببساطة، والحرملك، وأهل الوفا، وعطر الشام. ودخلت في عالم التمثيل من باب الجمال عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.